طب انت عمرك يعني شفت المصري القديم لابس شتوي مثلا، لابس جاكيت في جداريه من كل الصور الجداريات؟ والتماثيل لابس صيفي مصيف وقالع كمان، مش مصيف بس. ما هو ده كان لازم بقى. ليه بقى؟ ليه؟ لان المصري القديم اصلا كان فخور بجسمه، بجسده. وغالبا كانت الناس زمان يعني مش فكره السمنه دي ما كانتش متواجده طبعا. كتير الا لو هو مثلا حاكم او حاجه يعني هاير كلاس شويه. غير كده وكده ان انت في عقيده متأصلة في دماغ المصري القديم، وهي ان الروح بتعود للجسد. صح. فالروح علشان تعود للجسد لازم تتعرف عليه. فانت وانت لابس جاكيت تخين كبير ولا بتاع ممكن الروح تتوه. احنا ما نعرفش برضو ماهية الروح بالنسبة لهم، فهو بيصفيك كده ويشفيك علشان الروح تجيلك بسهولة، سواء تفاصيل وشك تفاصيل جسمك تبقى باين. لكن بقى هل كان المصري القديم بجد عايش طول السنة بيلبس صيفي؟ لا، هو في شتاء في مصر. الشتاء في مصر قوي ساقع. لا كانوا بيلبسوا عادي شتوي وبيلبسوا، وعندهم ملابس صوف وعندهم وكان عندهم موضة كمان. موضة. يعني لبس طبعا. حلو وشياكة. وعندهم كمان ادوات ميك اب، وكانوا ناس متطورين يعني. وناس شياكة زينا كده. طبعا امتدادهم احنا.